السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس، يا رب اكون عند حسن ظنكم حبايب قلبي وعجبكم، وان شاء الله حبايب قلبي اي حاجة كده اقدمها لكم تنول اعجابكم وتكون سهلة كده، ووصفة سريعة كده واقتصادية بالنسبة لكم حبايب قلبي. هنعمل ايه النهاردة مع بعض؟ ان شاء الله هنعمل حاجة سهلة كده وسريعة تطر على قلوبنا في الحر اللي احنا فيه ده. ايه ده؟ الجو ده مش معقول يا جماعة، بجد بصراحة الجو السنة ديت يعني ايه، مش عايزة اقول مولع مولع فينا بجد والله. وكمان مشكلة الكهرباء وقطع الكهرباء ديت برضو مشكلة صعبة جدا جدا. ساعة ما بتقطع شوية بنبقى قاعدين مش عارفة، ربنا يلطف بينا يا رب، يعني ايه يرحمنا كده برحمته الواسعة. هنعمل النهاردة مع بعض حبايب قلبي وصفة سهلة جدا وجميلة جدا في عز الحر اللي احنا فيه دوت. هتجهزيها حبايب قلبي وانتي سريع سريع كده، هتعملي حلو بارد كده، سريع للأولاد كده يرفرف على قلوبهم في الحر دوت، وكمان على قلوبنا احنا كمان محتاجينه والله في عز الحر ده. هنعمل النهاردة طبقات من البسكوت، عليها كمان شوية كاستر جمال كده، وعليها طبقة جيلي جميلة جدا برضو. كل حاجة كده ترتب كده ترتيب مطلوب الأيام دي. تعالوا بقى حبايب قلبي كده، هاتي صينية بقى، أي صينية عندك، أو حتى لو كاسات، أو تقدري تعمليها في كوبايات، كاسات، أي حاجة، بولات عندك كده تقدري تعمليها، مش مشكلة، مش مهم إن هي تكون في صينية يعني. معايا كده بقى صينيه بتاعتي، وحطيت طبقه من البسكوت، اي بسكوت ساده عندك حبيبه قلبي تقدري ان انت تعملي بيه الوصفه بتاعتك ديت. انا هنا عندي بسكوت ساده رصيته زي ما انتم شايفينه كده، تمام. وبسقيه بشويه من الحليب كده، بحيث ان هو يتشرب الحليب بتاعنا ويكون يعني ايه طبقة كده ايه طرية، بس طبعا ما تسقيش حليب كتير علشان ما يبوش، ما يبقاش بايش كده يعني ويعجن، تمام. هنركنه بقى على جنب كده. انا رصيت طبقتين من البسكوت وحطيتهم على جنب كده يا حبايب قلبي، عقبال ما اعمل بقى ايه طبقة الكاستر بتاعتنا الجميلة. معايا كده كوبايتين او تقريبا نص كيلو، بيقارب كوبايتين ونص من الحليب، نص كيلو من الحليب، كوبايتين ونص من الحليب. حطيتهم كده حبايب قلبي على البارد كده بقى حبايب قلبي، وتضيفي في قلبهم معلقتين من الكاستر مليانين جمال كده، وعليهم كمان معلقة من الدقيق، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. يعني ايه رشة بسيطة كده من بديل الفانيليا، اللي هو هيكون بدل الفانيليا. حطيت رشة كده، مش عندي فانيليا فما وقفتش العمل يعني، حطيت ريحة من ريحة الموز، كانت الصراحة مخليه جميل جدا، وبتخلي الكسر كمان طعمه اجمل وريحته كده جميلة. هنا بقى حبايب قلبي رفعتهم على النار، وعقبال ما ارفعهم على النار رصيت طبقة تانية من البسكوت، يعني طبقتين من البسكوت حبايب قلبي، علشان طبعا ايه طبقة البسكوت تكون سميكة معايا كده، يعني ايه حاجة كده تحت الطبقات بتاعتنا اللي احنا هنضيفها مالية مركزها كده، يعني ايه، وكمان طعمها بيكون خرافة جدا، ما يكونش رقيقة يعني. وكمان سقيته من الحليب زي ما انتم شايفينه كده، وركنته على جنب بقى، ما بوشتوش خالص زي ما انتم شايفين كده، يا دوب البسكوت بتاعي بيشرب ايه الحليب معايا بس. طبقة بقى ايه الكاستر حبايب قلبي جهزتها على النار زي ما انتم عارفين طبعا ومتعودين معايا، على طول بنعمل الكاستر على طول او المهلبية عامة لحد ما تتماسك معايا. حابة ان انت بقى ايه السكر بتاعك على حسب رغبتك. انا هنا حطيت 3 معالق من السكر كبار كده هرميين، تمام. طبقة الكسر زي ما احنا متعودين، زي ما قلت لحضراتكم معايا كده، على طول بنعملها مع بعض لحد ما القوام بيتماسك وبيكون زي ما انتوا شايفينه كده جميل قوي كده. بصوا بقى حبايب قلبي على الجمال دوت، وده القوام المطلوب للكاستر، جميل جدا جدا في المرحلة دي. هو معايا سخن زي ما هو كده، قبل ما يتقل بقى كل ما بيبرد طبعا عارفين احنا الكاستر بتاعنا بيتقل معانا. بنحطه بقى على الطبقة بتاعة البسكوت كده. وما شاء الله بنحط بقى كمية كويسة كده، بحيث ان الطبقة تكون معايا سميكة كده وتخينة كده مالية مركزها يعني حاجة كده ما شاء الله.
زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، ضفت الكاستر بتاعي على البسكوت وهسيبه بقى ان هو يبرد تماما خالص. طبعا مش هينفع حتى ان احنا نحطه في التلاجة وهو سخن قوي كده، هنركنه على الرخامة شوية كده لحد ما احس ان هو خلاص برد كده واقدر ان انا اضيفه في التلاجة. بدخله التلاجة شوية معايا. هدخلته بقى التلاجة حبايب قلبي، وتعالوا بينا نجهز الطبقة التالتة بتاعتنا، اللي هو طبقة من الجيلي بطريقة سهلة برضو وجميلة جدا، وبيكون برضو معايا تحفة. معايا هنا بولة حبايب قلبي، وحطيت فيها كيسين من الجيلي الفراولة زي ما انتوا شايفين كده. الجيلي طبعا الناس كتيرة بتاكله من غير سكر او بتجهزه من غير سكر، بس ان احنا الصراحة بنحط بالسكريات شوية، بنحب السكريات شوية معانا تكون عالية. فالمهم ان احنا بضيف له بقى ضفت على كل باكو من الجيلي، ضفت على كل باكو من الجيلي معلقتين من السكر، يعني حطيت للباكوين الجيلي 4 معالق من السكر حبايب قلبي. في الوقت ده حبايب قلبي بقى بدوب السكر والجيلي بتاعنا كويس جدا في كوبايتين من المية المغلية. عندي مية مغلية في الكتل، فاضفت كوبايتين على المكونين دمت. بعد ما اتاكد تماما ان السكر والجيلي بتاعنا داب خالص ما عادش ليه اي اثر، بضيف بقى كوبايه ونص من الميه الساقعه. يا ريت تجيبيها كمان ساقعه من التلاجة، يعني ترطب الجيلي معانا بسرعه. في الوقت ده حبايب قلبي بقى بيكون طبقه الكاستر بتاعتنا خلاص جمدت معايا وبقت ساقعه تماما يعني. بضيف بقى عليها حبايب قلبي اي حاجة عندك عايزة تضيفيها، مش عايزة تضيفي اي شكليات من ديت مش مشكلة، ما تضيفيش اي حاجة. بس انا كان عندي فراولة مخزناها في الفريزر زي ما انتم شايفين كده لسه متلجة، قطعتها شرايح زي ما انتم شايفينها كده، ورصيتها على وش الكاستر بالطريقة السهلة الجميلة ديت. حاجة يعني كزينة كده على وش الصينيه بتاعتنا، تديلها جمال بس وشكل كده. تعالوا بقى حبايب قلبي نضيف مع بعض الكاستر بتاعنا الجميل اللي انتوا شايفينه ده في الصينيه بتاعتي. طبقه الجيلي بقى لما ضفتها كده على طبقه الكاستر طبعا لسه سايبه مش متماسكه خالص، لان هو بيقعد فتره بقى طبعا في قلب التلاجة، وخصوصا كمان الفتره اللي احنا فيها ديت قطع الكهرباء كل شويه مش بيخليه يجمد معايا اكتر من كده. في الوقت حبايب قلبي كمان وكنا كمان مستعجلين وعايزين بقى حاجة ترتب على قلوبنا، زي ما انتوا فاهمين بقى الصيف والحر والنار اللي احنا فيها ديت ما خليناش ان احنا نستنى فترة اطول لما هو طبقة الجيلي تجمد معايا اكتر، بس كانت الصراحة جميلة جدا برضو ومتماسكة. في الوقت ده حبايب قلبي طلعتها بقى من التلاجة وقطعتها كده يعني عشوائي كده. فالمهم بقى تعالوا بقى نشوف القوام ونشوف النتيجة معانا شكلها ايه، وطبقات متماسكة جدا، طبقة الكاستر وطبقة الجيلي وطبقة البسكوت اهو تحت اهو حبايب قلبي، حابة اوريهولكم جميلة جدا. تيجوا بقى معايا كمان نطلع كده حتة جميلة كده ونشوفها ونشوف شكلها ونشوف الجمال بتاعنا دوت بقى اتعمل في ثواني. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي بقى الطبقة بتاعتنا متماسكة جدا وجميلة جدا. بصوا الجيلي بقى وهزة الجيلي ديت لوحدها جميلة جدا ما شاء الله. جيلي يعني. في حفظ الرحمن يا حبايب قلبي، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو بتاعي وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد من مطبخ ام انس. اسيبكم في رعاية الله وامنه وفي حفظ الرحمن يا حبايب قلبي، والسلام عليكم.